لو عندك وركين فراخ تعالي وانا اقولك على احلى طاجن ممكن تعمليه وبمنتهى السهولة. مش هتاخدي في تحضيره اكتر من نص ساعة. شايفة الجمال؟ بصي لونه، بصي، وهتغدي البيت كله وما تكلفتيش غير حق وركين بس. يلا بينا على الوصفة. معايا هنا 4 بصلات ابيض على احمر، انا خلطاهم عشان بيدوا تيست حلو كده للاكل، ومقطعاهم جوليان زي ما انت شايفة، شرايح رفيعة. تمام. ومعايا هنا وركين من الفراخ مخليين من الجلد والعظم، تقدري تشتريهم بتاع الفراخ مخليين بالمنظر ده او تخليهم انتي في البيت. هغسلهم واظبطهم واقطعهم وارجع لكم. انا قطعت الفراخ اهو، ومعايا 3 حبات متوسطين من البطاطس، قشرتهم وقطعتهم مكعبات وحمرتهم في الزيت وصفيتهم وركنتهم على جنب. والفراخ هقطعهم قطع متوسطة، ولا هي صغيرة ولا هي كبيرة قوي، زي ما انتي شايفة كده. بس هنروح بقى على الحلة بتاعتنا. هحط في الحلة 3 مكعبات من الزبدة كده، وعليهم معلقتين من الزيت، وهبتدي انزل الفراخ بتاعتي. مش هكدس الحلة بيهم، عشان انا مش عايزاهم يفقدوا العصارة اللي فيها، مش عايزة الفراخ تنشف، انا عايزاها تفضل جوسي زي ما هي. تقدري تستعملي على فكرة في الوصفة دي لو عندك صدر برضو ممكن تقطعيه وتعملي بنفس الطريقة، بس هي الوراك بتدي طعم حلو. هبتدي بقى احمرهم كويس قوي واديهم صدمة على نار عالية، عشان زي ما قلتلك ما يفقدوش العصارة اللي فيهم وتبقى الفراخ ناشفة معاكي. هفضل احمر فيهم لحد من ما كل الفراخ تبقى لونها واخده لون تحمير ومفيش اي حته فيها نيه، زي ما انت شايفه كده. هنزل عليهم بقى بالبصل بتاعي وهبتدي اشوح فيه، وتقدري تستعملي على فكره بصل ابيض بس او احمر بس، ايه اللي تحبيه. هفضل اشوح فيه لحد ما ياخد اللون الذهبي ده، وبعد كده هنزل عليه ببهارات فراخ، دي بتاعت باب الشام، وفلفل اسود وكمون، وهحط ملح على حسب الرغبه بقى. وهبتدي احط معلقه كبيره تقريبا من الثوم، وهشوح ده كله مع بعضه كويس. وعايزه اقولك ان الحروقه واللسوعه اللي في الحله دي هم دول اللي هيدوا التست الحلو للطاجن. وهحط معلقه من الصويا صوص، هتدي لون حلو قوي للطاجن. لو ما عندكيش مفيش اي مشكله، مش هتوقف في الحكايه. هنزل بالبطاطس وهبتدي انزل عليها بكوبايه من الميه، اللي هي الكوبايه الكبيره دي بتاعه الميه، اللي هي ال 200 مللي، وهديها غلوه على النار، غلوه واحده بس. هتلاقي بقى الحاجات الملزقه في الحله المحروقه دي هتلاقيها طلعت في الميه. واحطها في الطاجن بتاعي واحطها على فرن متسخن على اعلى درجة حرارة عشان ياخد لون حلو زي ما انت شايفة كده. واقدر على فكرة اولع له فحماية واحطها وازينها بقى كده، وبألف هنا.